السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم فيديو جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. النهاردة الفيديو المنتظر واخيرا فيديو الولادة بتاعي. انا مش قادرة بصراحة، مكسوفة اقولكم او يعني عشان ما تتخضوش من هول المفاجأة ان تاريخ الولادة بتاعتي كان يوم الموافق يوم 14/12/2022 14/12/2022 وهو ده اليوم الموعود واخيرا للولادة. انا ولدت. اللي حصل يوم الولادة بالظبط انا هحكولكم، بس انا ولدت في الشهر الثامن من حملي، ما دخلتش التاسع. كان بجيلي 5 ايام على بداية التاسع، على الشهر التاسع. فانا ولدت في الشهر الثامن. انا كنت اوريدي واخده حقنه الرئه في نص الثامن، وكنت واخداها في اول السابع. فالحمد لله. اللي حصل بالظبط ان انا قبليها اصلا بيوم حصل لي الم شديد خالص. انا غالبا فتره حملي كلها كان بيحصل لي تقلصات، وزي ما قلت لكم كنت باخد حقنه للتقلصات وخلاص بتفك، خلاص مش بحس باي حاجه. فانا رحت كشفت عادي، الدنيا حلوة وعملنا وخلاص ان شاء الله هنكمل وندخل لحد اول التاسع. والدكتور عمال يقول لي يلا هندخل اول التاسع ان شاء الله نكمل حتى يوم في التاسع، مش عارفة ايه. تمام، الدنيا حلوة. ورحت كشفت اليوم ده، كان معايا اصلا ميعاد استشارة عند الدكتور، وعملنا اللي هو كشف النساء للناس اللي مش عارفة تعمل سيرش عنه مش عارفة اوضح اكتر من كده. وكان الرحم مقفول، مفيش اي حاجة. انا وراجعة بقى من عند الدكتور حسيت بألم شديد ومغص تقلصات مش راضية تقف، لحد درجة ان انا حاسة ان انا هولد خلاص يعني. فبصراحة يعني اللي حصل ان انا مرضتش ارجع للدكتور تاني. احنا كلمنا الدكتور فقال اديها حقنة تقلصات، بس انا حسيت ان في حاجة غلط واتخضيت خالص، مع ان انا راجعة من عند الدكتور اصلا. يعني انا في طريقي من عند الدكتور فحصل اللي حصل ده انا وفي العربية. فاحنا رجعنا تاني، بس رحنا لدكتور تاني وحكينا له القصة، وفعلا عمل برضو. فقال دي احتمال ولادة مبكرة. تمام. فعمل برضو كشف النسا ده، وقال ان الرحم مش مفتوح ودي مجرد انقباضات وخلاص تمام. خدي حقنه للتقلصات، نفس اللي قاله دكتوري اصلا. بس دي عدم ثقه يا جدعان، يعني مش عدم ثقه كدما ان انتي، يعني انا الدكتور بتاعي كنت بثق فيه جدا جدا وطول فتره حملي، وما شاء الله ما شاء الله يعني هو دكتور شاطر. بس انا كنت خايفه خالص، خصوصا في الاشهر الاخيره، وانا كنت حاسه ان انا مش هدخل التاسع. يعني كنت من كتر الالم انا حاسه ان في حاجه غلط، والدكتور قال لي لا كويس وروحي خدي حقن التقلصات وتمام. هي الفكره مش ثقه في الدكتور قد ما ان انت خايفه على وضعك، وخايفه على البيبيهات وخايفه على كل حاجه. فانت عايزه تطمني تشوفي الاراء هي نفس الكلام ده ولا ايه اللي هيحصل. تمام. فالحمد لله هو كان نفس الكلام، وفعلا خدت حقنة التقلصات ورجعت البيت، والحمد لله كانت الدنيا حلوة وما فيش اي حاجة. بقى انا نمت صحيت في يوم تاني عدى، تاني اليوم ده تاني في يوم كده في النص، في يوم عدى بسلام وامان. تاني يوم بالليل حصل لي نفس اللي حصل. فاتصلنا بالدكتور، يا دكتور حصل كذا الساعة 7 بالليل. الدكتور حصل كذا، فجالي ادوها حقنة التقلصات اللي هي معتادة اني اخدها. تمام، خدتها وفعلا الالم خف. انا حاسة انا خف، بس انا مش مرتاحة. يعني هو خافف، يعني الالم بعد ما خدت الحقنة خف، بس انا مش مرتاحة. جينا على الساعة 1 بالليل كده، وانا حسيت اني برضو الالم رجع. فاتصلت. طبعا انا كنت في طول فترة حملي في بيت اهلي، فاتصلت بجوزي فبقول له ده حصل كذا وكذا وانا تعبانة خلاص وكده. فالدكتور قال اتصل بالدكتور، فجالي لا اصبري. خدت حقنة اللي بتاع تاني اللي هي التقلصات دي تاني الساعة 1 بالليل، وصبرت لحد الصبح. كلمنا الدكتور فقال هتوقف تعالي في ميعاد الاستشارة العادية اللي هي الساعة 2. انا وقتها ده كله بصراحة مش مرتاحة خالص ومش تعبانة، اللي هو في ألم يعني زي اللي كان. يعني انا حاسة بعدم ارتياح، بس مفيش ألم ومغص، يعني فاهمين اللي هي حسيت الحمى خلاص الدنيا خفت ورجت، بس انا مش عارفه انام، مش عارفه اكل. حاسه ان انا مش مرتاحه، وفيه المغص زي مغص البرد كده. حاسه ان في حاجه في بطني، يعني حاسه ان الم في بطني اكتر حاجه.
بس فروحت للدكتور عادي، وانا طبعا انا من الشهر السابع وانا مجهزه شنطه الولاده، والدكتور قال لي في اي وقت ممكن تحصل ولاده لان انت حالتك مش مستقره، وممهد لي بكل حاجه، وانا فاهمه وضعي وفاهمه ان الدنيا يعني الدنيا على اخر خالص، وان البيبيهات جايين بوضع روسهم تحت وما تغيروش عن الوضع ده طول فتره الحمل، وارتاحي وكذا وخلاص. ده بس هو عمال يقول لي خلاص احنا يلا هانت، يلا اسبوع، يلا كام يوم، يلا ندخل التاسع كده يعني. فانا باجيلي 5 ايام وادخل التاسع خلاص. فروحت اكشف عادي، فالدكتور برضو عمل لي كشف. اولا الفتره دي عشان بس نسيت اقول المعلومه دي، الفتره الاخيره دي او الشهر الثامن كان دايما ضغطي عالي، دايما فجأة ضغطي يعلى لدرجه ان الدكتور قال لي لازم تقيسيه كل يوم عشان تعرفي ضغطك ايه، لازم كل يوم ضغطك تقيسيه. فجأة بقيت الاقيه يعني جالي لحد 140 مثلا، انت كده تمام. وصل 160 كذا، لا كده في حاجة غلط لازم تيجي يعني. فكانت فترات ينزل، فترات يعلى، فترات كذا. فاليوم ده انا قسته كان 160، اللي انا رحت. فقالي تعالى انه كشف نسا تاني ونشوف الرحم فتح ولا لا. عملنا كشف نسا وما ادراكم ما كشف النسا. لقينا ان الرحم فتح خلاص مفتوح وخلاص البيبي جاي، وانا اصلا عامله ربط. ف... يعني الدكتور بيقول لي راس البيبي جايه خلاص ولازم ندخل عمليات دلوقتي، واحنا خلاص عملنا اللي علينا وحاولنا ان احنا نكمل لحد التاسع وكذا وكذا، بس خلاص ربنا مرضش. احنا طبعا حكينا انه ممكن البيبيهات يدخلوا الحضانة، واتفقنا على حضانة كذا، ولو حصل كذا، لو احتاجنا اكسجين، لو احتاجنا هو مأملنا اللي هي انبوبة الاكسجين للانتقال من العيادة. انا ولدت في عيادة عادية مش في مركز ولا اي حاجة، لحد الحضانة مثلا، لو اكسجين او مش اكسجين عندهم صفرة او الكلام ده كله يعني. فهو مأمن لنا الوضع. فانا بقول له خلاص يعني حتى بالليل مثلا، الكلام ده كان مثلا العصر خلاص يعني الساعة 3 ونص كده يعني. فقال لي لا انا خاف ان انتي تروحي البيت فمع الحركة فالبيبي ينزل خلاص وياخد ساعتها هيبقى انفجار في الرحم والربط، وياخد الربط وينزل، فدي هتبقى كارثة يعني لو حصل. فانتي احسن ان انتي لا تقعدي هنا في العيادة، وتبعتي جوزك يجيب اهلك ومامتك وشنطك وحاجتك وكل حاجة. طبعا احنا مجهزين كل حاجة، شنطة البيبي والكلام ده كله، ويجي. ما انت ما تتحركيش من هنا عشان الحركة هتأثر عليك وهتزود الطلق يعني وخلاص. فكان عندي طلق اوريدي وخلاص الرحم اتفتح وبدأ يفتح والكلام ده كله. وكمان قال لي ان المية بتاعت في بيبي منهم المية بتاعته خلاص جلت يعني. فتمام. وهو قال احنا واخدين حقنة الرئة وان شاء الله خير، وانا مطمن. وانا بصراحة ما كنتش خايفة من فكرة الولادة، لان انا كنت حاسة ان انا هرتاح، مش عارفة ليه. انا كنت بعد يعني الشهر الثامن ده بعد كل يوم، كل يوم يعدي على خير الحمد لله. كل يوم يعدي على خير الحمد لله. ما كنتش حتى من الناس اللي هي هتفكر شكل البيبي ايه والروجان ده خالص خالص خالص. انا كل همي اني يتولد بالسلامة، كل همي ان اليوم يعدي الحمد لله من غير اي مشاكل. فده بس كل همي في الحياة، ولا افكر في شكل البيبي، ولا افكر في كذا، ولا الكلام الامهات المفروض في طول فترة حملها تحلم بيه ده يعني، مش عارفة ليه. فالحمد لله وخلاص. وقال لي هكلم دكتور البنج وكذا. تمام تمام. حابة تاخدي، فهو قال لي حابة تاخدي بنج خلاص كلي تنامي، هو نصفي بس انتي تنامي مثلا. انا كنت كده وكنت تاخد بنج نصفي، بس في تاخدي البنج النصفي وتنامي، وفي تاخدي البنج النصفي متخدرة نص بس انتي حاسة بكل حاجة، وفي انتي مش حاسة بأي حاجة بس هو نصفي برضو. غالبا بيدوا حقنة بنج كده تخليكي مغيب عن الوعي غير البنج النصفي، والله اعلم. فانا طبعا كشطورة كأمورة اخترت ايه، ان انا اخد البنج اللي يخليني صاحي عشان اطمن على البيبيهات. مش عارفة ليه انا قررت قرار غريب 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 يعني بصراحة. فتمام. قال لي خلاص تمام زي ما تحبي هديكي بنج نصفي. واتفقنا ان احنا برضو خيرني بين البي سي اي والتاب بلوك. فانا طبعا انتوا عارفين تجربتي قبل كده مع البي سي اي، ومش عارفه ليه بصراحه ما اخترتوش. وخلاص انا قررت ان انا هاخد التاب بلوك اللي هي حقنة التاب بلوك. وقال لي خلاص هنشوف دكتور الاطفال
يكون موجود معانا دكتور الاطفال. هو قال لي مثلا كان ده باجي نص ساعه ومش عارفه جالها عقم ايه، لازم جهاز تعقيم يشتغل ياخد نص ساعه، ففي نص ساعه كان هو كلم دكتور الاطفال وكان جاهز، ودكتور التخدير كان فاضي، والمساعده بتاعته كانت فاضيه. فسبحان الله هي الدنيا مهيئه على كده. وفي نص ساعه راح جوزي جاب امي وجاب يعني حبايبي اللي هم كانوا موجودين واخويا وكذا، كل الناس دي والهدوم والشنطة، وفي نص ساعة الدنيا خلاص كانت تهيأت. انا الفترة دي صراحة ما كنتش جلجانة على نفسي، كاد ما ان انا كنت جلجانة على ان البيبيهات ما يدخلوش حضانة، او ان انا هروح حضانة ازاي او كذا. فاحنا كنا مأمنين ان هم خلاص هيدخلوا حضانة باكسجيننا وكل حاجة وحضانتنا، والدكتور قال انا هجمع لكم يعني مكان في الحضانة ما تقلقوش والكلام ده. فالحمد لله جو اهلي وانا لبست وغيرت هدومي وخلاص الدنيا اتعقمت وتوكلت على الله. دخلت اوضه العمليات وكاني اول مره ادخل اوضه العمليات. يعني شوفوا كل العمليات اللي حصلت في حياتي دي، بس دي صعبه مش عارفه ليه، لان انا ما كنتش خايفه على نفسي في المرات اللي فاتت. دلوقتي انا خايفه على نفسي وعلى ناس مني وعلى عيالي وكده. فالحمد لله برضو الدكتور اداني حقنه البنج في ظهري، وما كنتش في جهاز الضغط ده شغال على طول. تمام. وايه تاني بس. فانا خدت حقنة البنج وما حسيت في الاول، يعني انا اول عشان برضو نكونوا مش عارفة انا ليه ده اللي حصل لي بصراحة. يعني عارفين يعني هي اداني حقنة البنج كده ونومني، يعني انا خلاص عمل لي ظهري كده وعمال يقول لي مايله لقدام خالص خالص خالص، وحسيت كانها شقه. هي الشقه سهله مش عارفه، هو عطاني مخدر موضعي غالبا عشان مسح حاجه ساقعه كده رشها وبعد كده اداني الحقنه. هي الشقه نفسها مش صعبه، يعني مش صعبه. بعد كده المشكله انه هم بداوا انهم يحطوا اسمه ايه ده اللي هو تعقيم وكحول وكلام زي كده على بطني، وكان البنج لسه مش خلاص مش اشتغلش فاهم يعني يا دوب نمت كده فهم بدأوا يشتغلوا على طول كده. فحسيت بلمسة ايديهم هم بيدهنوا بطني، بلمسة ايديهم هم بيعقموا بطني، ما كنتش متحملاها. يعني كل ما اقول الدكتور يقول لي انت حاسه بحاجه اصبري خلاص هو هيشتغل. ففعلا يا دوب حسيت بس بالحاجات اللي دهنوها على بطني دي، حاجات بني كده مش عارفة يعني. وبعد كده خلاص ما حسيتش بأي حاجة. بس أنا كنت شايفة الناس كلها حواليا، كنت شايفة الدكتور. طبعا اوضه العمليات دي عالم بصراحه، يعني انتي في عالم وحدك والدكاتره عماله تحكي مع نفسها. دكتور البنج ده عمال لي روك لوك 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 من اول ما دخل، فعصبني بصراحه. حسيت ان هو مش شاطر مع ان الدكتور كان يقول ده اشطر واحد. مش مهتم كده ان انتي يا جماعه دي لحظه تجلي، فسيبوني يعني سيبوني اذكر الناس بالدعاء، سيبوني اركز مع عيالي، سيبوني اسمع اشوف دكتور الاطفال بيعمل ايه. طبعا عمالين الممرضات يتكلموا والمساعدين وهو يتكلم مع دكتور التخدير بس هو الدكتور عمر اللي هو ولدني عمال يقول لي خلاص انا حاسس بيكي، خلاص هانت، خلاص كذا. فعلى طول مفيش 5 دقايق، مفيش دقيقة اصلا بعد ما خدت البتاع ده انا حاسة بكل حاجة وصاحية وتمام. فلقيته سحب عيل على طول، يعني هو شقه سحبة العيل دي انا حاساها ليه، حاسة ان في حاجة هبطت كده مني، مش حاسة بألم، مش عارفة اقولكم ايه، يعني حاسة ان في حاجة اتنتشت كده مش عارفة ليه، بس مش ألم، بس حاسة انه قلبي كده اتخلع، مش عارفة في احساس كده يعني كأن حاجة كانت ضمة وفردتيها. تمام. مع ده صاحبة اول عيل وجابهولي كده، مش جابهولي مسكته، لا جابهولي كده ورهولي، بس ماسكه زي الفار كده ورهولي، وقال لي ادي يعني احنا خلاص كنا مسمينه متفقين ان الاول اللي هيطلع كذا والتاني كذا، وهو الدكتور قال لازم تسموا عشان نشوفوا مين الاول ومين التاني وتختاروا الاسماء. تمام. فقال لي ادي كذا وده على الدكتور اللي بتاع ده جنبي كده جنب راسي، يعني اعمل كده ابص كده اروح لاقيه دكتور الاطفال. حطوله ودكتور الاطفال بدا اشتغل ومش عارفه ايه، وطبعا صوت البيبي الناس اللي عماله تقول يا صوت البيبي وفرحه ومش عارفه، انا ما حسيتش بكده بصراحه، مش عارفه هل انا ما عنديش احساس ولا ايه بالظبط. كان كل همي اكتر منه قلق اكتر من اني فرحه
بصوت العيل مثلا، فرحة بكذا، فرحة بخروجه من بطني. طبعا فكرة ان ماسك لك عيل كده دي حلوة، بس انت عايزة تطمني على ده ايه ظروفه. بعد كده برضه يا دوب رجع، يعني هو اداه لدكتور الاطفال، يا دوب رجع هوب سحب التاني وده الدكتور الاطفال. آه بعد فترة، بعد شوية كده من 5 دقايق، دكتور الاطفال فضل يقلب في الاول ومش عارفة وايه، ويكشف عليه والتمام والكلام ده كله، ومسحه بمناديل وخلاص الدنيا حلوة. فقال لي ان كويس، يعني هو مفيهوش اي مشاكل ومش محتاج حضانة، هنا سأسكت قليلا. ده الاول. بعدها بشوية كده فهو دكتور اللي هو الولادة يعني، راح له مكانه ده وقال له ايه الدنيا ومش عارفة ايه، اتكلم كده شوية معاه بصوت واطي. فقال له لا، هما 2 الحمد لله كويسين ومش محتاجين حضانة ولا اي حاجة. فالحمد لله انا حسيت نفسي بعد اللقطة دي عايزة انام خلاص. فطبعا فضلت اذكر ناس كتير بالدعاء، وانا ما نسيتكمش بالدعاء على فكرة، وقلت كل اللي متابعني ونفسه ربنا يرزقه بالذرية الصالحة يديها له يا رب عاجلا غير آجلا. فتمام، بحاول ان انا اهدي نفسي وكده. هما بدأوا يلبسوهم هدومهم ومش عارفة، انا ده كله سامع صوتهم لحد ما لبسوا هدومهم. فالممرضة شالتهم كده وعدت من قدامي. الدكتور طلب منهم وقال ان انتم ما تطلعوهمش، خلاص هم جهزوا، وانا كنت لسه ده كله عمالين يخيطوا فيا ومش عارفه وايه. الفكره ان الدكتور ما كانش حاطط الستاره دي، مش عارفه ليه ما كانتش موجوده. فانا كنت شايفه ابر عماله تطلع وتنزل فانا حاسه في ايه يا جدعان فبجد اللقطه دي مش حلوه، يعني لو اعرف كده كنت قلت له يا عم اعمل لي ستاره، انا مش عايزه اشوف الكلام ده يحصل فيا. كنت شايفه الدكتور مليان دم كده، كنت شايفه حاجات، يعني حاجات ما كنتش حابه ان انا اشوفها بصراحه يعني. اي نعم انا ما كنتش يعني كنتش فاجئه عشان افكر انه يا الدم ده من عندي، يا هما يعملوا ايه فيا، لان انا زي ما بقولكم كده كنت خلاص يعني على اخري. وبعد ما اطمنت ان البيبات كويسين فالحمد لله يعني خلاص، فحاسه ان انا يعني زي ما تقولوا عمالين تجروا 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 خلاص تعبتوا. فعارفين فكرة الهدوء دي، انا كنت عايزة اقول له اديني حقنة بنج وانام اسبوع يا عمي خلاص. فالحمد لله بعد كده خلاص خيط. الدكتور كان جاي لي فكريني اني افكلك الربط، لان الربط بيفكوه تحت وهم اصلا كل اللي خياطة فوقه في بطنك فممكن ينسوا. فانا ساعتها قلت لدكتور التخدير انه ايه اعمل الربط. اخر 5 دقايق هم بيفكوا الربط الكهرباء قطعت فجأة، لقيت العملية اوضه العمليات ضلمت. وهو اصلا الدكتور كان يعني معاه اللي هي مولد، ده المولد او مكنة الكهرباء. فهو قال خلاص هي كلها احنا التكفيل النهائي، وفكت الربط بس وحقنة البتاع ده. حقنة التاب بلوك لازم يكون فيه سونار غالبا، او لازم جهاز يكون مشتغل، يعني لازم يكون جهاز شغال. فسبحان الله هي الكهرباء فصلت وقت ما انه خلاص قفل الجرح وعقمه وحط البلاستر والكلام ده كله وفك الربط. انا بقى حسيت شكت مش عارفه البنش كان فك بس مش بشكل كلي. فوقت ما خلاص فك الربط وكده كانت الكهرباء رجعت على وقت حقنة التاب بلوك بالظبط. فالحمد لله وخدت التاب بلوك. انا حسيت بشكة التاب بلوك في الجرح نفسه، فدي انا حسيتها. مش عارفه هل انا عشان انا شفت الدكتور وقال لي يلا هاتوا حقنه التاب بلوك، فانا عشان كده حسيت ان انا واعيه وركزت، ولا كان البنج فعلا بدا يفك، مش عارفه. بس انا حسيت ان انا حسيت بشكة حقنه التاب بلوك. التاب بلوك دي ما بتخليكيش حاسه بجرح نهائي، مفيش فكره الجرح دي مش موجوده نهائي. فالحمد لله طلعت وخلاص، وهم اصلا طلعوا البيبيهات قبلي يعني مفيش دقيقة او كذا يعني. رحت البيبيهات طلعوا الحمد لله بالسلامة، وما كانوش محتاجين اي حضانة ولا اي حاجة، هذا من فضل ربي. المشكلة ان انا تعبت من كتر النزيف من كتر النزيف كتير خالص طبعا. فكنت تعبانة خالص 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 خالص. خدت فترة طويلة عشان اقدر اقوم. كنتش قادرة اصلب طولي حرفيا، كل ما اجي خلاص حركوها انا حاسة انا ونايمة كويسة، اقوم احس نفسي دخت ومش قادرة اتحرك خالص، وادوخ فاقدة الوعي. كذا مرة كده احاول لحد ما خلاص قلت هقوم. فالمهم خدوني ودوني عشان يودوني الحمام.
تمام، عشان تشطيف والتنظيف والكلام ده كله يعني، وتغير البامبرز او الكذا اللي انت لابساه ده، وتغير هدومك والكلام ده كله. ف اغمى عليا في الحمام مع الاسف يعني. انا يا دوب دخلت خلعت هدومي، ما حسيتش باي حاجه. انا سامعه كل الناس يعني. انا فاكره اليوم ده كويس خالص، او فاكره اللقطه دي بالذات. معلمه فيا، كانت معايا امي وكان معايا 2 هما الممرضات بصراحه بما يرضي الله كويسين خالص خالص ومتعاونين جدا جدا. الدكتور وقتها كان مشى، لان انا طولت في الوقت ده، فهو جه طمن عليا الفتره دي ومشى. الدكتور كان عمال يقول دوسولها على الرحم ونظفوها والكلام ده كله، وخلوها تتمشى وشربوها عصاير والكلام ده كله. فتمام، هو بيته قريب من العياده بتاعته، فده برضو ميزه. فهو مشى بعد ما خلص الولاده وخلص مش عارفه خدوا كشوفات، وكان راجع تاني بالليل. فانا رحت اعمل ان انا دخلت الحمام زي ما بقول لكم كده، وحصل ان انا اغمى عليا. انا سامعه الناس كلها ومش قادره، جسمي ده خلاص مش عاطي اي حاجه يعني، مش قادر يقوم، مش قادر يتحرك، مش قادر يشاور، مش قادر كذا. وحسيت نفسي سجعت كده مش عارفه ليه من كميه النزيف. واصلا انا طول ما انا ماشيه داخل الحمام عماله انزف، وفي الحمام نزفت كتير يعني، حاجة رهيبة رهيبة رهيبة. فقدت كمية دم رهيبة مرة واحدة. فالمهم ان طبعا امي عمالة تصوت مع الممرضات، الحقوها مش عارفة ايه، شيلوها، شوفوا الدكتور، مالك مالك يا رانيا يا رانيا. طبعا امي دي عصبية جدا، وبصي وترت الممرضات والممرضات اصلا قالوا لي ما تجيبيش امك معاكي تاني، فالحمد لله يعني. هي وترتهم، وهي حسيتهم عم يقولها ده طبيعي وعادي ان يحصل لها كده ومش عارفه. انا ده كله انا سامعاهم، بس انا مش عارفه اقولها ان انا كويسه، مش عارفه اشاورلها، مش عارفه اطمنها عليا خالص. وهي عماله تمسك راسي وترفع راسي وتميل راسي والكلام ده كله على اساس اني هفوق يعني. فانا ده كله سامعاه، بس مش قادره خلاص، جسمي كله نايم كده مش عارفه ازاي، وجسمي تلج بس. فالمهم الممرضات بعد ما لبسوني ولموا الدنيا وده كله انا مغمى عليا، بس انا سامعه الكلام ده كله. فشلوني وطلعوني بره واتصلوا بالدكتور. طبعا امي عماله تقول اتصلوا بالدكتور وشوفوا يعملوا لها حاجه والكلام ده. انا ده كله ده فتره خلاص، ده كله انا سامعه الناس بس كده، مش عارفه ارد على اي حد، وكاني نايمه كده بالظبط بس وداني شغاله. جه الدكتور وعلق لي محلول وبعت جاب محلول وكده، مفيش، يا دوب خلص المحلول كنت فقت والدنيا حلوه وتمام وزي الفل الحمد لله. فجأة بس حاسه نفسي ان انا مش قادره امشي، حاسه نفسي اني مهزوزه كده، مش قادره اشيل البيبي، مش قادره اعمل اي حاجه خالص. عارفين احساس ان انتي مش قادره؟ انا مش حاسه بالجرح ولا حاسه بالم، بس انا جسمي كله ضايع 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 مني خالص. فالدكتور قال لي خليك براحتك، انتي خلاص غيرتي وظبطت الدنيا والكلام ده كله، فخلاص خليك براحتك لحد ما تحسي عايزه تبيتي. الكلام ده كان خلاص بالليل يعني، مش عارفه الساعه كام تحديدا، بس عايزه تبيتي لحد الصبح تمام، مش عايزه تبيتي وقت ما انت تحبي تروحي تمام. هما كده كده الممرضات شغالين بالليل، وكده كده العياده شغاله وتمام. جه بعديها قبل ما يروح هو اصلا، وقال لي محتاجه حاجه وانت كويسه وزي الفل، حاسه بحاجه، حاسه بألم كذا، ادوها علاج، ادوها كذا، اكلوها شربوها. فعلا كلت وشربت والدنيا بقت زي الفل لحد الفجر كده مثلا. فخلاص احنا قررنا نروح مراعاة لظروف امي وكل اللي معايا يعني. خلاص كانوا تعبوا طبعا من العصر لحد الفجر، فلا نستنوا للصبح مش عارفه ايه. فانا قلت عشان يروحوا يناموا في البيت افضل ليهم وشهر 12 ده كان خلاص يعني الجو برد يعني. اليوم اللي انا ولدت فيه كان اول يوم في بدايه البرد 14/12. فالحمد لله والحاجه اللي انا ما كنتش متوقعاها نهائي ان انا ارجع بالبيبيهات البيت اول يوم ولاده. دي كانت من الحاجات اللي سبحان الله والحمد لله عليها. بس انا تعبت جدا 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 بعد الولادة. فانا كان عندي مقولة دايما طول فترة حملي اني لا الام بتاخد الصدمة وهي اللي بتتعب، او
البيبي هو اللي بياخد الصدمة وبيتعب بعد الولادة. فكان دايما كنت توقعاتي مش عارفة ليه اني يعني هما توأم ومولودين في الثامن وانا مش مكملة، وعارفة ان انا مش هكمل اصلا، يعني سابع تامن عارفة ان انا مش هكمل، وان في طلق مبكر ووضعهم، والحمد لله الاوزان حلوة وكذا. بس كنت حاسة دايما ان هم اكيد هيدخلوا حضانة وهم اللي هيبقوا تعبانين بصراحة، مش انا خالص مش عارفة ليه. ف الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على اي حاجة حصلت، وانا راضية بكل حاجة حصلت وكل حاجة مكتوبة، والحمد لله بحمد ربنا عليها. وربنا كرمني اخر كرم، يعني كرمني كرمني كرمني، انا كرم انا ما استحقوش، انا حاسه ان انا ما استحقش كرم ربنا عليا بصراحه، ومقصره مع ربنا. فالحمد لله رجعت البيت ومعايا البيبيهات، بس انا انا مش عارفني، انا تهتي مني، انا مش انا. في انا ليا 8 شهور نايمه، حصلت مضاعفات في الولاده، حصل لي نزيف، انا حاسه ان انا تعبانه، حاسه ان جسمي كله مهدود، انا مش قادره امشي، يعني مش قادره امشي من الالم، انا مش قادره امشي عشان جسمي ما قادرش ياخد يعني امر ان انت امشي. انا مش عارفه ماشي تياب الحمل كانت ازاي، ولا مش عارفه ارجع لطبيعتي. ودي خدت معايا فتره، وهحكي لكم في الفيديو اللي بعده ان شاء الله. فده فيديو الولاده بكل تفاصيلها. فربنا يرزق بصراحة كل مشتاق، والفرحة دي فرحة لن تقدر، يعني فرحة حلوة حلوة، تستاهل التعب، تستاهل المحاولة، تستاهل حقن المنشطات، تستاهل عمليات السحب كل عمليات السحب اللي انا عملتها، تستاهل المنظار، عمليات المنظار، تستاهل أشعة الصبغة اللي انا اتبهدلت فيها، تستاهل الروح والجاي، تستاهل كلام الناس والتجريح، تستاهل كل حاجة بجد يعني. فأي حد ربنا لسه ما كرمهوش، انا بقولكم من واقع تجربتي، وانا مريت بحاجات يعني زي اي حد ما مخلفش لمدة 5 سنين، انا 5 سنين من غير خلفة. فانا عارفة وانا حاسة بيكم، وعارفة ان الضغوط صعبة، صعبة ماديا، صعب التنشيط، صعب عمليات السحب، صعب كلام الناس، صعب الفشل، لكن عوض ربنا حلو. عايزه اقولكم عوض ربنا يستاهل التعب ده كله، وهيعوضك على حسب تعبك. فانا الحمد لله هو عوضني اكتر من تعبي، واكتر من شفت المنشطات دي كلها طول الاربع مرات سحب، 4 مرات ارجاع، وحقن لبرونتوجست. ومش هقولكم انت هتمسكي البيبي تنسي الكلام ده، بس انت مع الوقت هتنسيه. فمش وممكن ما تنسيهوش كد ما انت تحسي لا فرحة البيبي هتغطي على ألم الحقنة وألم التنشيط وألم السحب وكل حاجة أنا مريت بيها وحكيتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت دي كلها. يستاهل، فأنا هقولكم يستاهل، والموضوع يستاهل، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة. الفيديو اللي جاي ان شاء الله اللي حصل لي بعد الولاده، المأساة اللي انا عشتها بعد الولاده، مش عارفه اكتب لكم الفيديو ايه ده. يوم الولاده الحمد لله هو مر على خير، واهم حاجه ان البيبيهات بصحه وبخير. وبعد كده اسماء البيبيهات طبعا عشان انتوا لازم تعرفوا انا امي. بس كده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله قريب. لو عجبكم الفيديو، وهو كده كده هيعجبكم ان شاء الله عشان فيديو مليان فرحه، حطوا لي لايك، عايزه لايك كتير كتير خالص على الفيديو ده. واللي مشتركش في القناة يشترك عشان تستنوا الفيديوهات اللي جاية حماس حماس. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.